بتعتبر أمواج نزاري أخطر أمواج في العالم، واللي بيلقبها البعض باسم الأمواج الوحشية أو ناطحات السحاب المتحركة، وده نتيجة لقوتها وارتفاعها اللي ممكن توصل ل 30 متر، وبترجع تسميتها للمكان اللي بتتكون فيه، وهي مدينة نزاري في البرتغال على ساحل المحيط الأطلنطي، وبتتكون بسبب وجود وادي عميق تحت مية المحيط واللي بيطلع منه تيارات لما بتتقابل مع الأمواج الجاية من المية المفتوحة بتترفع لفوق وبتتشكل أمواج نزاري العملاقة، واللي كان ليها الفضل في إن نزاري تكون مدينة سياحية من الطراز الأول. نزاري بيزورها السياح كل سنة، سواء في فصل الصيف علشان يستمتعوا بشاطئها الرملي أو في الشتاء علشان يرصدوا ظاهرة الأمواج العملاقة، والمنظمين هناك بيختاروا اليوم اللي بتبلغ فيه الأمواج أقصى ارتفاع ليها علشان ينظموا مسابقة للمغامرين المحترفين من محبي ركوب الأمواج، وده طبعا علشان يتحدوا أمواج نزاري العملاقة، واللي بالرغم من خطورتها إلا إن راكب الأمواج البرازيلي كارلوس بيرلي قدر إنه يحطم الرقم القياسي لركوب أعلى موجة بدون أي أذى. وبالنسبة للسياح العاديين فبتنظم لهم الدولة رحلات سياحية لرصد الأمواج علشان يقدروا يشوفوها بشكل مباشر في مشاهد تحبس الأنفاس، وده بيكون من فوق جبل مطل على البحر علشان يبقوا في أمان، أو من خلال رحلات بحرية في المحيط علشان يشوفوها بزاوية تانية تكون من قلب الحدث زي ما بيقولوا، لكن آخرهم طبعا بيكون على أطراف الوادي بمسافة آمنة من الموجة علشان يتجنبوا ابتلاعهم بالموج وغرقهم.